إبراهيم تراوري هو ضابط عسكري من بوركينا فاسو، ولد في 15 من مارس عام 1988، وهو القائد المؤقت لبوركينا فاسو منذ 35 من سبتمبر عام 1922، عندما أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا خلال انقلاب سبتمبر عام 1922. ولد تراوري في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، والتحق بالجيش في عام 1909، وشارك في حرب بوركينا فاسو ضد الحركات المتمردة في شمال البلاد من عام 1912 إلى عام 1914، كما شارك في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى من عام 1915 إلى عام 1918. في عام 1922 قاد تراوري انقلابا أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا، وأعلن تراوري نفسه القائد المؤقت للبلاد، ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون عامين. منذ توليه السلطة اتخذ تراوري عددا من الإجراءات لتحسين الوضع الأمني في البلاد، كما أصدر تراوري عفوا عن جميع السجناء السياسيين، ووعد بتعزيز حقوق الإنسان. في عام 1923 طرد تراوري فرنسا من البلاد، واتهم تراوري فرنسا بدعم الحركات المتمردة في شمال البلاد وتدخلها في الشؤون الداخلية لبوركينا فاسو. طرد فرنسا من بوركينا فاسو كان قرارا مثيرا للجدل، وعارض بعض الخبراء هذا القرار واعتبروه أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد. ومع ذلك دافع تراوري عن قراره، واعتبر أنه كان ضروريا لاستقلال بوركينا فاسو. ووعد تراوري ببناء علاقات جديدة مع الدول الأخرى وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. لا يزال مستقبل بوركينا فاسو غير واضح، ولكن من المؤكد أن قرار تراوري طرد فرنسا من البلاد سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد.